السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ معاكم احمد امين. والنهاردة الفيديو ال 13 من سلسلة ال HTML، واللي هنتكلم فيه عن حاجة بسيطة جدا جدا جدا، ولكن مستخدمة جدا 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 في كيسز معينة. خلاص. وهي اصلا الاستخدام بتاعها مش يعني خلينا نقول ايه، ملوش alternatives كتير على ما اعتقد، او ملوش alternatives اصلا. فالمهم، احنا عندنا النهارده ايه؟ احنا عندنا النهارده الاي فريم اللي احنا قلنا او ذكرناها في اخر الفيديو، قلنا ان احنا ممكن نجيب فيها فيديو يوتيوب. الاستخدام بتاع الاي فريم اكبر من كده بكتير. الاستخدام بتاع الاي فريم بكل اختصار نقدر نجيب اي جزء من ويب سايت عموما، او ويب سايت كامل، او اي حاجه كامله في الاي فريم دي. يعني مثلا احنا عايزين نجيب يوتيوب في حد ذاته عندنا في الموقع بتاعنا. تمام. احنا ممكن نعمل اي فريم جديده، اي فريم. خلاص. ونقول مثلا خلينا ناخد دي كوبي علشان بس الاتريبيوتس بتاعتها كمان، والمساحة والحاجات دي. ونروح عاملين كده مثلا، ده كده يوتيوب دوت كوم، ونعمل سيف. هنلاقيه جه هنا. انا هموت وافهم ليه مش عايز يشتغل كمان هنا، مش عايز يشتغل وبيقول لي واتش اون يوتيوب وبتاع. بس ما علينا، يعني ان شاء الله هنلاقي له حل. المهم يا جماعة الخير، ان احنا عندنا دلوقتي آه الاي فريم ممكن نجيب بيها اي جزء او اي حاجة من بره من اي ويب سايت تاني جوه الموقع بتاعنا او جوه الويب بيج بتاعتنا. فعندنا هنا فور اكزامبل زي ما احنا عاملين اليوتيوب. طبعا انا لو دوست دلوقتي واتش اون يوتيوب، تمام. احنا بس عشان ايه، ربنا يستر ما يحصلش كوبي رايت وحاجات كده، احنا لسه في البداية اصلا. طيب عندنا هنا ممكن نجيب ايه؟ جوجل مابس. عادي جدا. ممكن نجيب جزء تاني اصلا من ويب سايت ويكيبيديا، ممكن نجيب مش عارف منين، ممكن نجيب منين. خلاص. اي حاجة. تمام. ممكن نجيب نعرض مثلا PDF خاص بينا مثلا، يعني ده السي في بتاعي وبتاع، فممكن ليه لا يعني، وهكذا. طيب عايزين نبص على الكود علشان نعرف تتكتب ازاي، وعشان نعرف اكتر عن الاي فريم، عشان الفيديو ده هيكون صغنطوط. فريم بتتكتب بالطريقه دي، هي ليها opening و closing tag. يعني خلينا نكتبها هنا كده معلش عشان ابقى بعيد. نعمل اي فريم اهو. خلاص. هنمسح الاتريبيوتس كده، هتبقى بالشكل ده، ليها opening و closing tag. خلاص. طيب عندنا بقى الاتريبيوتس اللي بتتكتب في الاوبننج، فاحنا بنكتب الاس ار سي بتاعنا، وده المكان اللي احنا هنجيب منه مثلا. والله تصدق كان عارض عليا دبليو 3 سكولز. بالظبط كده. ماشي، ممكن نروح نبص بصة كده. انا مش فاهم ليه يا جدعان، والله العظيم ما عارف ليه. يعني بجد انا لو خدت ده كده مثلا كوبي، هيفتح اهو الراجل. انا مش عارف. المهم طيب يا جدعان، فاحنا عندنا دلوقتي الاتريبيوتس بتاعتنا بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في الاول واحد الاس ار سي. ماشي. وعندنا هنا الويتس عادي جدا، والهايت. وعندنا في حاجه اسمها تايتل، والتايتل دي احنا اتكلمنا عنها كتير جدا، وقلنا ان هي فايدتها ان هي بت بتساعد في الاكسسبيليتي بالنسبه للويب سايت يعني. وفي حاجه اسمها فريم بوردر، ودي طبعا كده كده مستبدله بالقصه بتاعه السي اس اس، بس يعني هي موجوده، يعني بيقول لك انا موجوده اهو. تمام. وعندنا بقى اللي هو ايه، allow full screen، لو انت عايزه تبقى full screen display بالنسبه لاي حاجه انت جايبها، سواء فيديو يوتيوب او ويب سايت خارجي او PDF فايل بتاعك. تمام. احنا عندنا كمان attribute اسمه lazy loading، وده في حاله لو احنا حاطين مثلا فيديو فما يحملش، ما يحملش بتاع ده loading اهو، ما يحملش يعني الا لما توصل له، يحصل له اللي هو تحميل وقتها. بس كده، دي قصة الاي فريم بكل اختصار، علشان الموضوع ما يطولش ازيد من كده. الاي فريم خاصة بايه؟ هي تاجة خاصة بان احنا نجيب بيها اي ويب سايت خارجي، او بنستدعي اي جزء من ويب سايت خارجي، سواء فورم، سواء احنا عايزين مقالة معينة، سواء احنا عايزين الويب سايت كامل حرفيا ونسكرول جواه وهكذا، او حاجة كده زي ويندو انت بتبص من خلالها على الموقع التاني ده، بس من عندك انت، من الويب بيج بتاعتك انت. فهي دي بكل اختصار استخدام الاي فريم.
يا رب يكون الفيديو ده بسيط جدا وان شاء الله يعجبكم، وتدوروا اكتر في الحتة بتاعت انه ليه القصة بتاعت اليوتيوب ده مش شغال بصراحة، عشان مش عارف، يعني بجد مش عارف. لسه هشوف يعني، وان شاء الله لو عرفت لحد الفيديو الجاي هقول. وبس، كان معاكم احمد امين، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم.